عامل 3 روبوت. 3 روبوت. 3 روبوت. بس يعني انا طب ما يعني اعرف الناس تقعد على القهوه تقول لك 3 شاي مثلا، انت جاي تقول لي 3 روبوت؟ لا، ما هو الحاجات دي ما بتحصلش من يوم وليله طبعا، بتاخد وقت كتير. بس يعني انا مش مهتم بالروبوت في الفتره الاخيره خالص. لا استنى بس، انت ما ايه حكايه 3 روبوت دي؟ انا عامل اول روبوت اللي هو روبوت اعمال منزليه، اللي هو بيقوم باعمال الكنيس والتقطيع والحاجات دي. بيكنس. بيكنس. ده قد ايه حجم الروبوت اللطيف ده؟ الروبوت احسن في عندنا مشكله على فكره في الناس اللي انك تلاقي حد يساعدك في التنظيف دلوقتي، بقت ازمه ما في هو مصر كلها. المشكله مش كده، المشكله ان الروبوت خلاص 10 سنين وهيبقى زيه زي العربيه. انا يعني من كذا يوم سامع ان في الصين سلسله مطاعم مفتوحه بالروبوت، كل مطعم فيه 13 وانت روبوت. متابع ان اي تي شو بقاله سنوات بيقدم فقره خاصه عن الروبوتكس؟ انا متابع الروبوتكس وشفت على اليوتيوب، فتحت كتير لان فعلا مش متابع قوي يعني اي تي شو، بس متابع على اليوتيوب اكتر. متابعنا اكتر على اليوتيوب؟ على قصدك اليوتيوب متابعنا اونلاين اكتر من الهوا؟ على عشان الهوا. كل جيل الشباب بيحب دلوقتي يتفرج اونلاين. هو طبعا اليوتيوب والانترنت خدنا شويه من على التلفزيون طبعا كتير. مفهوم. ده اول روبوت. تاني روبوت عامله روبوت كشف موميا زي اللي كان مع دكتور زاهي حواس بالظبط، لكن الروبوت اللي كان مع زاهي حواس دكتور زاهي حواس حصل له فشل في عمليه الدخول بسبب المجال المغناطيسي بيتكلف المختلف. $1,000,000 يا راجل الروبوت اللي هو حاول الروبوت يكشف سر ده الهرم ده. هو ما نجحش طبعا بسبب ان في مش وجود. ما نجحش، هو نجح طبعا في الاختراق، لكن اكتشفوا وجود حائط اخر، فمحتاج عشان هم علميين جدا محتاج ان احنا نشوف روبوت تاني. هو خلاص يعني جهز دلوقتي، وقريبا هنشوف اكتشاف سر الهرم عن طريق الروبوتات. واخر جهاز اخر روبوت هو روبوت مهام حربيه، اللي هو روبوت دفاع جوي. انا ما بعملش اختراعات ضد السلام، يعني ما بعملش اختراعات مدمره، لكن بتعملش ضد السلام مدمره. لكن انا بعمل اختراعات تدافع عن بلدي، يعني مثلا الروبوت دفاع جوي ده انا بدافع عن بلدي. واضحه دي، ما تقلقش، واضحه دي. بس انا الروبوتات دول ايه، بروتوتايب ولا فينهم دول؟ عاوزين نستثمر. هو في هما ال3 تقريبا يعني الاخير طبعا معايا في البيت لسه، اللي هو بتاع الدفاع الجوي، لان انا بعمل اخر. اللي بينظف ده موجود بينظف في البيت؟ اللي بينظف والبتاع الموميا ده في مركز سوزان مبارك، لان احنا عاوزين نجيبه البيت عشان بس ما نتعبش اي حد عندنا في البيت. لا، ما هو اكتريه الاختراعات ما بستخدمهاش في البيت شويه يعني. يعني خصوصياتي شويه الاختراعات دي. لا بس يعني ما يعني احنا مثلا ابننا ونصرف عليه وما يجيبش روبوت ينظف ولا ايه؟ مش فاهم. طب ما خلي كل الناس تنظف. طب ما نخلي برضو كل الناس تنظف، بس يبقى عندنا نموذج بروتوتايب عندنا نشوفه بعد 6 شهور اخباره ايه، طالب فلوس زياده بتاع، ما بيشتغلش بيتعب، يعني هنشوف طبعا حدته. الحاجات دي عايزه مصاريف طبعا. كويس. وانا يعني على قد اهتم بيه قوي ده بتاع تنظيف البيت، هيبقى مهم يبقى عندنا اختراع يخدم المجتمع، بالتالي تبقى اولى الاختراعات تفتح لك سكه. ايوه تمام. فالتالت طبعا ده بعمل اخر دراسات عن الصواريخ الموجوده حاليا والطيارات الموجوده، خصوصا ان في طياره جديده ظهرت اسمها F-36. ما شاء الله، حاجه رهيبه. وفي طيارات وفي صواريخ باليستيه دلوقتي في الصين وفي الحاجات دي، حاجات رهيبه جدا، عايزه دفاع جوي قوي. فده مخليه عندي في البيت شويه لحد اما اعمله تجهيز كامل. اما بالنسبه للاثنين التانيين في مركز سوزان مبارك، لان انا كنت بدرس الكترونيك ومايكرو شيب هناك، فطبعا الالكترونيك ومايكرو شيب لها علاقه كبيره جدا بالروبوتس، على اساس ان انا اقدر احركه واقدر ابرمجه على الكمبيوتر واقدر مع علوم الميكاترونكس. ايوه. تالت اختراع هو كيمياء شويه، خلاص بعدت على الفيزياء. مواد تعمل على تنشيط البكتيريا في المفاعلات البكتيريه. حضرتك عارف البايوجاز طبعا. البايوجاز ده الناس بتستخدمه في السويد كتير جدا، وابتدت عربيات تمشي بيه. بيستخدموا المخلفات، دي طاقة جرين تك مهمة جدا، يعني مخلفات طبيعية تتحول إلى طاقة وسمات طبعا وأشياء أخرى، يعني أشياء أخرى بيستخدموا دلوقتي المخلفات بتاعتهم بعد 40 يوم بتبتدي البكتيريا التحلل الإنزيمية، بتبتدي ان هي تخرج اول كميه من الغاز، وبعد كده بيبتدوا ينقوا الغاز لان بيبقى فيه نسبه ثاني اكسيد الكربون، لان هو عباره عن غاز الميثان وغاز ثاني اكسيد الكربون. بيبتدوا يقللوا نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون لانه غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، فبالتالي هو بيأثر على قوه غاز الميثان. بيبتدوا يستخلصوه، بيستخدموه حوالي، بيبقى المجموع الكلي بتبقى 96% من الغاز كله بيستخدم عادي زي الغاز الطبيعي. المشكلة ان هو تكلفة المفاعل البكتيري 3.1 مليار دولار، وبتختلف على حسب النوع. يعني المفاعل البكتيري ده هيعمل لي ايه في البايوجاز؟
ما هو المفاعل البكتيري هو البايوجاز. هو المشكله ان هو ب 3.1 مليار دولار. ده ايه؟ عشان يخدم دوله يعني؟ عشان يخدم دوله. بس يعني مثلا لو انا واحد اقتصادي هفكر اصرف 5.1 مليار دولار واعمل مفاعل نووي ولا اعمل مفاعل بكتيري؟ طبعا مفاعل نووي طاقه نوويه وطاقه ملهاش حل، يعني اخر حاجه. تمام. فهو بيفكر في المفاعل النووي وما بيفكرش طبعا في البيئه، اهم حاجه عنده الطاقه. اخر حاجه. يعني الطاقه النوويه انت شايف ان دي اخر حاجه؟ اخر يعني حاجه جامده، اخر حاجه يعني. اخر حاجه. لا حقيقي، لا عشان ما نتكلمش في كلام كتير، هي فعلا اضرارها كتير بس كويسه. فانت ايه اللي عملته بقى في انا عملت مواد تنشيط للبكتيريا، فخليتها بدل 40 يوم بتنتج الغاز خليتها من 7 ل 15 ايام. وعملت رسم هندسي جديد لمفاعل البيوجاز ده الروبوت. عملت رسم جديد لمفاعل البيوجاز. خليت المفاعل بدل ما هو ب 3.1 مليار دولار خليته على هيئه سله مخلفات. سله المخلفات دي بتعمل لها 1000 جنيه. طب انا عاوز اشوف الروبوت بس قبل ما اختتم الفقره بتاعك. احنا خساره معانا مواد ماتيريال. عاوز اشوف الروبوت اللي هو ده الروبوت الخاص ده روبوت الموميا. الموميا يعني ايه؟ الموميا اللي هو كشف الموميا. قصدك الكشف داخل الهرم الاكبر عن ايوه، ده طريقه النزول. واللي حواليه الكفر بتاعه ده مواد مجال مغناطيسي. بيشترك مع اي مجال مغناطيسي داخل الهرم وبيولد للروبوت طاقه. فبيقدر يتحرك بسهوله، غير ان حجمه صغير طبعا. طب كل افكارك العلميه المدهشه، واحنا هنتمنى معاك احد ال يعني الصغار العباقره والمميزين اللي احنا نتبناهم في مجموعه حلقات وبنفضل معاهم ان شاء الله في الموضوع. عاوز اعرف لطيف الاختراعات بتاعتك دي، لكن انا محتاج انك برضو تستفيد من صحابك، تقسموا بعض فرق عمل. انت عملت البروتوتايب، محتاج بقى تعملوا خطه عمل عشان بعض هذه الابتكارات او الابحاث تتحول الى منتج. وليكن مثلا الروبوت اللي هو بينظف في البيوت دهوت، بحيث ان احنا نعمل خطه عمل، نشوف مستثمر، نجيب الفي سي او الفينشر كابيتال، راس المال المغامر. فده مش هينفع لوحدك، انت بتفكر في العلم وبرضه هتراقب الحاجات الباقيه، بس لازم يبقى معاك فريق عمل. ما انا مش لوحدي، انا عضو في اتحاد المخترعين المصريين. حلو. اللي هو رئيسه استاذ رامي صفوت. حلو. وعضو في نوادي علوم الاهرام. جميل. وعضو في موقع ويكيبيديا. مش كفايه كل ده؟ مش كفايه. ما بالنسبه للشباب حاليا انا عاوز منك حاجه تانية يا طارق. انا عاوزك تعمل فريق عمل من صحابك اللي انت بتثق فيهم، يبقى في حد مسؤول للتسويق، حد شاطر يعمل معاك خطه عمل، ان انتوا بعد ما انت عملت البروتوتايب تعمل خطه عمل ان احنا لو دفعنا على المنتج الفلاني دهوت، الابتكار دهوت، مبلغ الفلاني، هنكسب الشيء الفلاني. خطه عمل، فبنجيب مستثمرين تتحول هذه الابتكارات اللطيفه الى منتج، تبقى انت مبتكر ومنتج او صاحب شركه في هذا الموضوع. مش كفايه ده كده بس. انا صاحب شركه، انا عندي 16 سنه، المفروض المستثمر هو اللي يهتم. كمان 5 سنين ايوه هيبقى عندك شركه، فتبدا تفكر من دلوقتي. المستثمر مش هيفكر، هيبقى المستثمر عاوز يعمل لكل واحد من المبتكرين المخترعين دراسه جدوى. لازم انت يبقى معاك فريق عمل يكون فيه تخصص، واحد متخصص تسويق، الثاني دراسه جدوى، وانت بتحرك هذا الموضوع وبتعمله عشان تتحول ابتكاراتك الى منتج. ممكن يبقى عندك شركه وانت عندك 16 سنه برضه، مفيش مانع، زي الناس اللي عملوا جوجل وفيسبوك وكل الحاجات دي. طالب اللي يعمل هم احسن منك؟ لا مش احسن مني في حاجه، بس المشكله ان اتجاهات الشباب كلها دلوقتي بالنسبه للاختراعات والجانب العلمي ده قليله جدا، يعني بالذات سن 16 سنه ده. معلش بس انت في ناس هي في المدرسه بقت مشجعاك، هي دلوقتي انت نجحت، عديت خطوه. أيوة. اكسب منها واعمل فريق عمل. انت خلاص متخصص انت في العلم، فريق العمل هو متخصص في الاعمال التجاريه، معاك يبقى ليهم نسبه ربح، عليكم نسبه، ما تخافوش. صحاب طارق ليكم نسبه من الربح تحدد من البدايه، بحيث ان واحد متخصص تسويق، واحد متخصص ان هو يعمل لك علاقات بالمستثمرين، واحد متخصص في خطط العمل، وابداوا عشان تتحول من دلوقتي. يعني ما تقولش انا 16 سنه وخلاص، لا، طموحك علم جميل، ارى فيك نابغه، لكن لابد ان تحول هذا الموضوع الى قيمه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا بحييك جدا، وانا مبسوط بيك وبكل اصحابك، بحيي عيلتك والمدرس انت متواصل معاه لسه لحد دلوقتي، يا ربنا يديك. انا بحييه. اسمه ايه؟ اسمه زكريا. استاذ زكريا عبد. مثال للمعلم التربوي اللي هو بينمي. نورت الدنيا طارق. بنورك. مشاهدينا بعد الفاصل بقى اخر حاجه زي ما قال لي طارق، مشروع للخلايا الشمسيه بالنانو تكنولوجي، مشروع مصري لشيماء طارق اللي بتعمل ماجستير في جامعه